الله يهدك يا غربة، بعدتيني عن أهلي، يا ما بكيتي قلبي من شوقي ولو أعوز عليه. الله يهدك يا غربة. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد. وفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه؟ فيديو النهاردة بيتكلم عن الغربة. غربة الشباب اللي بتسيب بلدها وتسافر. اللي قال الغربة مرة ما كدبش، فعلا الغربة مرة علقم. بتقعد تاكل وتنخرب في جسم وعقل الواحد لحد ما الواحد يقول خلاص انا طاقتي خلصت، انا صبري نفد، انا حيلي انهد. نفسي ارجع بلدي، اترمي في حضن اهلي. خلاص ضاع عمري، ضاع شبابي، ضاعت صحتي في بلد تانية، في وطن تاني. نفسي ارجع استقر، اشبع من اهلي. الغربة فيك اللي سافر وابوه مات او امه ماتت، معرفش يودعهم او يدفنهم او حتى ياخد عزاهم. وكتير حصل معاهم كده، ووقتها كانوا بيقولوا لنفسهم يا ريتنا ما سافرنا ولا اتغربنا. حضرتك بتسافر ليه؟ إن كنت مسافر معاك عقل، معاك صنعة، عارف حضرتك رايح فين وهتعمل ايه، محدد أهدافك اللي هتنجزها هناك وهتحققها. فسافر ومع السلامة وبالتوفيق. تعالى هنا بقى يلي هتسافر عشوائي، مش عارف رايح فين ولا جاي منين، لا معاك عقل ولا معاك صنعة ولا معاك لغة. حضرتك رايح فين؟ هتغسل صحون؟ هتمسح حمامات؟ هتكنس سلالم؟ هتشيل زبالة؟ مدام حضرتك هتشتغل هناك كده أكرم لك، اشتغل في بلدك، لأن الشغل عمره ما كان عيب. إن كنت مكسوف تشتغل الشغل ده هنا وهتروح تشتغله برا، يبقى حضرتك بتهين نفسك وبتهين وطنك. فبدل المرمطة والغربة وفقد الأهل والأحبة، ويا عالم هترجع ولا لأ. فأحب أقولك بتمن التذكرة اللي هتسافر بيها افتح مشروع صغير، ومسير الصغير هيكبر. وكافح واجتهد في بلدك وسط أهلك وسط ناسك، وصدقني ربي هنا ربي هناك. أنا مش بحبط فيك أو بكسر أهدافك، صدقني لأ. الشباب اللي بتسافر وبتتمرمط وبتتهان، وفي كمان اللي بيموت وبيرجع في تابوت. صدقني مفيش حاجة تستاهل إنك تعيش بعيد عن أهلك. فكر وابتدي حياتك في بلدك. ما تقولش ما فيهاش خير، بلدك فيها خير ليوم الدين، بس اللي يدور ويجتهد. شوف السودانيين عملوا ايه ببلدنا لما نزلوا، دوروا على لقمة العيش، فتحوا مخابز، عملوا مشاريع صغيرة، اجتهدوا وسعوا ورا لقمة العيش. عشان تعرفوا وتتأكدوا إن مصر فيها خير ليوم الدين. كل اللي ينزل ويقعد في مصر بيكتشف خيرها وجمالها، وبيعملوا بدل المشروع 1 و2. وشوف السوريين عاملين ايه، كل اللاجئين بينجحوا وبيتفوقوا في مصر، إلا أهلها قاعدين زي خيبتها، لا عارفين يروحوا ولا ييجوا. وكل اللي على لسانهم عايزين نسافر عايزين نسافر. البلد دي ما فيهاش مستقبل. هقولك روح في 60 داهية عشان انت فاشل. فاكر لما تسافر هناك هيغرفوا ويدولك؟ فاكر انك هتعبي حجرك وهتعبي الفلوس في شكاير؟ مش عارف انك هتدفع نص عمرك هناك مذلة وإهانة وغربة ومضيعة لعمرك. سافر وسيب خير بلدك لناس تانية. سيب الحب والحنان والأمان لناس تانية، هما يقعدوا ويتمتعوا ويبنوا ويحوشوا من خير بلدك، وانت تسافر وتتغرب وفي الآخر بترجع في تابوت. لكن الله يا مصر كل الخير والأمان فيك لحد يوم الدين. ربنا يجعلك سند وأمان وحماية لكل العالم. ويا ريت كل الشباب تسمع الفيديو ده، الشباب اللي بتسافر عشوائي، يمكن تستفاد منه وياخدوا منه لو معلومة بسيطة تفرق معاهم. ومع السلامة.